اهلا وسهلا بيكم في فيديو النهارده هنعمل الشنطه دي شنطه بناتي مناسبه لجميع الاعمار، مناسبه كمان للاولاد والبنات على حسب اللون. انت ممكن تعمليها شنطه اولادي او شنطه بناتي حسب اللون اللي انت هتعملي بيه، وممكن تعمليها باي مقاس. احنا النهارده هنرسم الباترون ونقصها على القماش، وهقول لكم ايه الغلطات اللي ممكن تقعوا فيها في عمل الشنطه دي وازاي تتفادوها. كمان الشنطة دي احنا ممكن نعملها بجينز او اي خامة متوفرة عندك في البيت. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان نشوف ازاي احنا عملنا الشنطة دي، ويلا بينا نرسم الباترون. عرض باترون الشنطة 11.5 في طول 30 سنتي. انتي ممكن تعمليها المقاس اللي انتي حباه، واحنا طبعا تانينا لو رجع على الاتنين على اتنين نصفناها يعني بقت في 11.5. بعد كده هجيب دايرة قطرها 13 سنتي، والدايرة اللي تحت قطرها 8 سنتي. انتي طبعا تستخدمي اي مقاس انتي حباه، وطبعا اللي هو 13 سنتي هيبقى من فوق الشنطة من فوق، وال8 سنتي دي الشنطة من تحت. تمام، وبكده احنا خلصنا الجزء الخلفي. الخطوة التانية ان احنا بنجيب خامة الشنطة اللي احنا هنعمل بيها ونقص منها قطعة واحدة بس، عشان القطعة الأمامية هنعمل فيها تشريح. تمام، وهنقص منها 2 بطانة، وهنقص منها كمان قطعة من البوري اللي هو حشو للشنطة، عشان الشنطة تفضل ماسكة نفسها واقفة كده. انتي ممكن تعمليها عادي من غير حشو، ممكن كمان تستخدمي اي خامة للحشو، ممكن تستخدمي فايبر فازلين، لو تستخدمي كمان خامة جينز. ولازم اخلي بالي وانا بجص البوري ان انا بقلل خالص من المقاس بتاع العرض والطول، عشان ما امشيش عليها بالمكنه، لان تبقى الموضوع صعب وما ينفعش ان انا امشي على البوري بالمكنه. بعد كده احنا هنعمل الجزء الامامي. الجزء الامامي احنا بننزل من فوق الشنطه 4 سنتي، ونعمله بدوران كده زي ما انتوا شايفين في الفيديو. بجص منها واحده من خامه الشنطه، واحده من البطانه بتاعه الشنطه. الخطوة اللي بعد كده بنبدأ نعمل الجيب الأمامي بتاع الشنطة. بننزل 3 سنتي وناخد خط مستقيم من الحتة دي. الخطوة التانية ان احنا بنعمل الجيب الأمامي من الشنطة، بننزل 3 سنتي وناخد خط من النقطة دي على استقامته. هنزل من الخط اللي انا رسمته ده طول الجيب وهو 15 سنتي. تمام، هاخد من النقطة دي اللي هي على بعد 15 سنتي من الجزء اللي فوق، هاخد خط مستقيم وابدأ ارسم عرض الجيب وهو 9 سنتي. تمام، وطبعا الجيب ما ينفعش يبقى بالشكل ده، يبقى مدبب من الاطراف. هنبدأ طبعا ان احنا نجيب دايرتين ونبدأ باي مقاس انت حباه، ولكن انا استخدمت مقاس 8 سنتي و5 سنتي. 8 سنتي طبعا الجزء اللي فوق في الجيب، وال5 سنتي في الجزء اللي تحت من الجيب. تمام، وبكده نكون خلصنا الجيب اللي هو في الجزء الامامي من الشنطة. تمام، انا طبعا مش بعمل المقدار بتاع السوستة ولا الجمدان والحتة دي الا لما في الاخر وانا بشتغل على المكنه ببدا اخد المقاسات كلها واعمل واظبط، لكن انا ما ببصش على طول الجزء اللي بيبقى عند السوسته واللي تحت السوسته ده، لان في الغالب بيطلع مش مظبوط. فاحنا خلينا ماشيين واحده واحده كده. وطبعا تصميم الشنطة اللي احنا بنعمله ان الجزء الامامي في الشنطة في حاجة كده غطا ليها. تمام، هنبدأ نرسم الغطا ده. بجيب الجزء الامامي من الشنطة وهبدأ ان انا اعمل الطول اللي انا حباه. انا نزلت من فوق 23 سنتي وهجص من تحت كده الجزء اللي تحت عشان ما يغطيش الشنطة كلها. تمام، وبعد كده بنزل تاني من فوق 6 سنتي، وده عشان احط هنا سوستة. ومن الجنب هدخل 1 سنتي، لان ما ينفعش الجيب اللي هيغطي او الجزء اللي هيغطي الشنطة من الامام يبقى بنفس عرض الشنطة. تمام، فنخلي بالنا من الحتة دي كويس. وطبعا احنا الجزء ده المفروض ان فيه السوستة متغطية شوية، يعني مش ظاهرة. تمام، سوستة سحرية، فهي متغطية مش باين الجرار ولا مكان السوستة. تمام، فانا ما قصيتش بالظبط، نزلت حوالي 8 سنتي من مقاس الجزء اللي فوق. تمام، عشان يتغطى عليه. تمام،
كده نبدأ نقفل الجزء الأمامي. طبعا الجزء ده بحط الوش على الوش وهبدأ أخيطه كده. وطبعا لازم أدام جزء هجلبه على الوش التاني لازم أفتح أعمل فرطات صغيرة كده عشان الشغل بتاعي يبقى نظيف. وأبدأ أجلب الشغل على وشه وهاخد سن إبرة، وبعد ما هاخد سن إبرة هاخد برضو مقدار عرض الدواس جنب سن الإبرة اللي أنا عملته عشان الشغل بتاعي يبدأ يبقى مظبوط زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. وكده خلصنا الجزء ده. هنبدأ نجيب بطانة الشنطة نفسها اللي هي بنفس حجم الشنطة وهحطهم على بعض كده وهبدأ أخيطهم في بعض. مش هخيط من الجناب ولكن هخيط البطانتين في بعض، لان انا عامله بطانتين للجزء الامامي، بطانه للجيب من داخل وبطانه للجيب من داخل، فانا احط البطانتين على بعض. اوعى تغلط ان انت تحط او انتي تحطي يعني تخيطي حوالين دايره عشوائي. لا، احنا بنحط البطانتين على بعض وبنخيطهم، لان احنا لو خيطنا عشوائي او خيطنا البطانه مع خامه الشنطه انا مش عارفه اركب الجيب، فبالتالي هنا هيبقى في ايه، هيبقى الشغل غلط. كده عملنا ده جيب يعتبر جيب سحري كده ليه غطا بقى احنا هنعمله بعدين. تمام. بعد كده نبدأ نعمل الجيب اللي تحت في الشنطة. الخطوة اللي بعد كده ان احنا المفروض ان احنا خدنا مقاس الجيب حوالين داير طلع معايا 60 سنتي. انتي ممكن يطلع معاكي مختلف عني عادي خالص، وانا ضفت عليها 2 سنتي تاني فبقيت 62. فخليت الجزء اللي خاص بالسوستة طوله 40 سنتي في عرض 2 سنتي الجزء اللي انا ماسكاه دلوقتي، والجزء اللي الجمدان بتاع الشنطة طوله 22 في عرضه 5 سنتي. انت ممكن تزودي في المقاسات وممكن تقيسي يطلع معاكي مش 62 او 60. ده بيختلف على حسب نوع القماش اللي انت بتستخدميه. وانا طريقة قصي او انا في القص ممكن انت يعني في قصك انت وانت بتقصي ممكن تزودي نص كده، فاحنا مقاساتنا هتبقى مختلفة. انا بقولك الخطوات اللي هتمشي فيها تطلع معاكي مظبوطة بالظبط. ان انت بتقيسي حوالين داير فين في الجيب وتبدأي تقسمي المقدار اللي طالع ده على حسب انت حابه ايه. ممكن تخليها 30 و32، ممكن تخليها 15 او كذا على حسب التقسيمات. ملهاش قاعدة ثابتة، الشكل اللي انت حباه بتبدأي تعمليه. تمام. انا حابه الجزء اللي بيبقى في السوسته تبقى اكبر من الجمدان، فعادي انت ممكن تعمليها باي مقاس زي ما انا قلت قبل كده. هنبدا بقى الجزء ده نحدد النص فيه يعني زي ما انتوا شايفين ده جزء مش محتاج شرح، وهبدا اثبته على الجيب زي ما انتوا شايفين كده. ايه فايده الفرطات اللي انا بعملها؟ عشان الجيب معايا يبقى مظبوط، ما بتبقاش السوسته طويله من ناحيه وقصيره من ناحيه، تبقى يعني جايه بالمسطره بالظبط. طيب هنعمل ايه لو الجمدان اكبر من الجزء ده؟ احنا ممكن نشربه من تحت او ممكن نعمل حاجه تاني، ان احنا عادي نقص من ناحيه ونشوف المقدار الزياده ده وناكله عادي خالص. تمام. وبكده احنا خلصنا الجيب. طبعا حطينا البطانه زي ما انتوا شفتوا في الفيديو. طبعا في الجيب من تحت انا لما رجعت للموديل ففي ان الجزء ده في شريط من تحت لازق فيه الجزء اللي يقفل الجزء اللي فوق ببعض، يوصل اللي فوق باللي تحت. فانا عادي خالص فتحت الجزء اللي تحت وحطيت الشريط دواتي، والشريط ده طوله 20 سنتي. طبعا الشريط ده في منه قطن وفي منه حرير، فانا مستخدمه هنا قطن. انت ممكن تستخدمي حرير بس انا ما كانش متوفر عندي الحرير. تمام. وهبدأ اثبتهم زي ما انتوا شايفين في الجزء اللي تحت. اي حاجة احنا بننساها ليها حل فما تيأسوش. تمام. رجعت كل حاجة زي ما كانت وحطيت السفيفة مكانها وكله تمام. تمام. هناخد 1 سنتي نتنيه من طرف الجيب عشان ده هنحطه على جسم الشنطة، مينفعش نحطه زي ما هو كده، لازم نتني. تمام. وبحدد زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو النص وبعد هنا النص وهكذا. تمام. وخلي بالي وانا بلزق الجيب او بخيط الجيب في الجزء الامامي من الشنطه بحوش مين البطانه، لان دي غلطه ممكن تقعوا فيها. انا احط البطانه زي ما هي كده واروح مخيط، فكده الشغل باظ بتاعي. فانا بشيل البطانه بتاعه الشنطه، مش بشيلها، برفعها كده لفوق وهبدا اثبت الجيب كده زي ما انتوا شايفين في الفيديو. انا بقولكوا على الغلطات اللي ممكن تقعوا فيها،
فخلوا بالكم، تابعوا معايا الفيديو، محدش يقدم، خلي بالكم وركزوا معايا في الفيديو. تمام. وبكده احنا ثبتنا الجيب في الجزء الامامي. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نحط الحشو اللي هو البوري بمقاس. لازم زي ما قلت لكم المقاس من الطرف ومن فوق يبقى اصغر من مقاس الشنطة، عشان المكنة ما ينفعش تمشي على البوري، ودي غلطة ممكن يقع فيها الناس في البداية، ان ممكن يخيطوا على البوري. لا، البوري لازم يبقى مقاسه اقل من مقاس الشنطة، عشان احنا الخامات بتاعتنا او المكنه بتاعتنا مش مكن خاص بالشنط، فنخلي بالنا بالجزء ده. وعامه حتى لو خاص بالشنط فاحنا البوري ما ينفعش نمشي عليه على المكنه، لان الشكل هيبقى بشع. تمام. وبكده حطينا الحشو زي ما انتوا شفتوا في الفيديو. الخطوة اللي بعد كده هنبدأ نعمل السوستة الموجودة فوق في الشنطة، الجزء اللي فوق في الشنطة. تمام. السوستة طولها 20 سنتي، وهجيب 4 قطع مربعات، عرضها 4 في 4 سنتي. تمام. وهبدأ أثبتهم زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو في طرف السوستة. بحط أمام على الأمام، يعني السوستة بتبقى في النص، وش السوستة بيبقى في وش خامة الشنطة، وظهر السوستة بيبقى في وش بطانة الشنطة. وهبدأ أخيط كده 1 سنتي، وبعد ما أخيط ببدأ أعدلها على الناحية التانية، واخد سن إبرة وامشي حوالين داير، وهكذا الجزء التاني. تمام. الجزء ده واضح في الفيديو، مش محتاج شرح، هو الفيديو موضح كل حاجة. بعد كده هجيب الجزء اللي فوق اللي انا وانا بجص قلتلكوا ان انا بسيب مقدار 4 أو 6 سنتي على حسب ما انا حسب كمان حجم السوستة عندي. انا بقيس السوستة كام واشوف هزود كام. لو 3 سنتي بزود مثلا 9 سنتي عليها، لو 2 سنتي بزود 6 سنتي. تمام. وهبدأ اثبتها زي ما انتوا شايفين. وطبعا في هنا مشكلة ان الجزء اللي فوق ما ينفعش يبقى دوران كده، لان وانا بفتح هيعوق حركة الشنطة. فانا بعد كده هشيل الجزء المدور من فوق ده، هو وانتي بتجصيه لازم يبقى من فوق خط مستقيم. تمام. تمام. فكده احنا ثبتنا الجزء اللي فوق كده. وبعد ما نثبته بناخد سن ابرة عشان نظبط الشغل بتاعنا ما يبقاش مش مظبوط. تمام. بعد كده هبدأ اغطي السوستة زي ما انتوا شايفين. وانا بغطي السوستة مش هغطيها على اخرها، لازم اسيب 1 سنتي، لان انا لو غطيتها على اخرها انا الجزء اللي تحت هحطه ازاي، هخيطه ازاي عليها، فهتبقى هنا مشكلة. فلازم اسيب 1 سنتي من طرف السوستة. شايفين انا بسيب 1 سنتي، مش بحط على اغطيها كلها، عشان لما اخيط الجزء اللي تحت. تمام. دي مشكلة ممكن تقع فيها، واي حد مبتدئ هيقع فيها. احنا كلنا غلطنا في نفس الغلطة، واحنا بنتعلم من بعض، فعادي خالص. فهبدأ اغطي السوستة، بس هسيب 1 سنتي من طرف السوستة. وبكده انا غطيت السوستة. بعد كده المفروض الجزء اللي فوق ما يبقاش مدور كده، هبدأ اعمله خط مستقيم. تمام. الجزء اللي تحت من الجيب اللي فوق بيبقى فيه خط كده، مش بيبقى مدور ولا مستطيل. فهطلع 5 سنتي من الناحية دي و5 سنتي من الناحية التانية، هعمل مثلث وهجص الجزء ده. هو الشكل ده احسن شكل انا عملته. انت ممكن تعمليها دايرة او تسيبيها زي ما هي، ما تشيليش ال5 سنتي دي، بس انا ارجح ان هي تبقى الشكل ده يبقى حلو في الاخر. تمام. والجزء ده هنبدأ نثبته في الجزء اللي تحت من السوستة زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. طبعا بنحط وش السوستة على وش خامة الشنطة، ووش البطانة على ظهر السوستة، وهبدأ أخيط. وطبعا أنا هنا مستخدمة دبابيس لأن الخامة دي فيها نسبة مطاطية، فهي صعبة على المكنة، بتكشكش تحتيها. فانا لازم استخدم دبابيس. انتي ممكن تستخدمي خامة حلوة جينز، مش هتحتاجي تستخدمي دبابيس، عادي خالص. تمام. وانا بكده خلصت الجزء التاني من السوستة. هبدأ اخد سن ابرة وافتح الشغل بتاعي واثبت البطانة في خامة الشنطة زي ما انتوا هتشوفوا كده في الفيديو.
الخطوة اللي بعد كده الجزء اللي انا عملته ده هبدأ اجص عليه نفس الشكل كده، هجص جزء تاني نفس الشكل من خامة الشنطة. ليه انا استخدمت خامة الشنطة هنا؟ لان انا عندي البطانة لونها مختلفة عن لون خامة الشنطة، فهيبقى الشكل مش حلو، فانا استخدمت خامة الشنطة. انتي لو بتستخدمي بطانة لونها لون الشنطة فعادي ممكن تجصي منها البطانة عادي خالص. تمام. بعد كده هجيب قطعتين من الشرايط طولهم 18 سنتي، وهبدأ اثبتهم في الجزء ده زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. الجزئين دول بيبقوا على بعد 7 سنتي من طرف الشنطة. تمام. هبدأ ثبتهم كده زي ما انتوا شايفين في الفيديو، وهحط وش الجزء اللي فيه السوستة على الوش الجزء ده، وهبدأ اخيط. وبعد ما خيطت انا اكتشفت ان هو من فوق مش مدوران، لازم يبقى خط مستقيم. فعادي خالص، احنا مش كل مشكلة بنقع فيها مش بنقف عندها، لا احنا بنحاول ان احنا نطلع شغلنا حلو برضو. وهنا انا حبيت ان انا اعمل كده عشان يبقى الشغل يعني انت لما تشوفي غلط حد في شغله هتلاقي نفسك ان انت بتتفادي الغلط ده وانت بتعملي. تمام. انا كده خلصت الغطا بتاع بتاع الجزء اللي فوق. هبدأ ان انا خيطت حوالين داير، وهبدأ اثبتهم في بعض في الجزء اللي فوق. وطبعا وانا بجص او انتي بتجصي لازم تسيبي زيادة من عند السوستة الفوق كده، عشان وانتي بتجصي الدوران يبقى مظبوط معاكي لو انت غلطتي. وخلي بالك وانتي بتجصي لازم تسيبي زيادات في اي حاجة، عشان لو اكتشفتي ان انتي غلطتي تقدري تعالجي الغلط بتاعك ده بسهولة خالص. تمام. بعد ما ثبت الجزء ده هبدأ اخد دوران الشنطة حوالين داير. تمام. طلع معايا طلع معايا 100 سنتي. انت هيطلع معاكي مختلف فعادي خالص. انا بقولك ازاي تشتغلي، مش تبرمجي دماغك، لا انا بقولك ازاي نعمل الجزء دوت، فانت تعمليه وتشوفي هيطلع معاكي كام. تمام. فانا هجيب قطعتين قماش، طول كل واحدة منها 50، ولكن العرض مختلف. عرض واحدة منها 7 سنتي، وواحدة 12 سنتي. الجزء بتاع السوستة واحد 7 والتاني 12 سنتي، والجزء اللي بتاع الجمدان عرضه 14 سنتي. وزي ما قلت لكم طول كل القطعة دي كام؟ 50. انت ممكن تعمليها 100 دي، ممكن تعملي 70 و30 على حسب انت حابة حابة الشكل هيطلع تمام. وانا ثبت الجزء اللي هو عرضه 7 سنتي في السوستة، والجزء التاني اللي هو عرضه 12 سنتي في الناحية التانية من السوستة. وهبدأ اثبت الجزئين في بعض كده. وبعد ما ثبتهم هبدأ احاول اغطي السوستة، وهنا اغطي طبعا السوستة على الاخر لان انا مثبته الجزء التاني فعادي خالص. تمام. طريقة السوستة دي احنا عملناها مرة قبل كده فهي سهلة. تمام. هبدأ اخيط من الطرف زي ما انتوا شايفين، والناحية التانية كذلك. تمام. السوستة مش هينفع تبقى كده، هقلب السوستة الجزء ده على الناحية التانية وهخيط بحيث اثبتها من فوق كده. تمام. انا هنا ثبت الاطراف وبكده الاطراف ثبتت. انا هنا زي ما انتوا شايفين انا خدت خط كده جنب السوستة عشان نثبتها من فوق، بس خدت على الخلف مش من فوق، لا من تحت من عند البطانة. تمام. وبعد كده هثبت الجزء دواتي في البطانة زي ما احنا متعودين، احنا عملنا كده قبل كده ان احنا بنثبتها في بعض عشان واحنا بنخيطها البطانة ما تتزحزحش. تمام. واجص الزيادات عادي خالص. بعد كده هجيب الجزء بتاع الجمدان او قاعدة الشنطة هثبتهم زي ما انتوا شايفين. بحط وش الخامة بتاعة الشنطة في وش الخامة التانية، والوش بتاع البطانة في ظهر الخامة، يعني هو الجزء بتاع السوستة بيبقى في النص. تمام. بعد كده نبدأ نعمل جيبين بالحجم اللي انت حباه خالص. وعرض الجيب هنا 16 سنتي في 16 سنتي، وبجص بطانة بنفس المقاس. بحط البطانة وش البطانة على وش خامة الشنطة، واقلب الناحية التانية زي ما انتوا شايفين كده عشان الجزء اللي فوق يبقى تشطيبه نظيف. تمام. انا عاملاه اكبر من عرض الجمدان عشان هعمل من تحت كسرات عشان يديني ان الجيب منفوخ شوية من تحت. تمام. وطبعا زي ما تنيت من فوق بتني من تحت زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. وطبعا المقاسات دي مش ثابتة، انتي ممكن تعمليها باي مقاس، انا بديكي الفكرة بس وانتي على اساسها بتمشي. تمام.
بعد كده باخد من تحت كده في الجيب، باخد 1 سنتي في كل ناحية، ولازم الاتنين يبقى مظبوطين على بعض. باخد مثلث كده صغير عرضه الجزء القاعدة بتاعته 1 سنتي، واطلع على ما فيش. تمام، زي ما انتوا شايفين كده الناحيتين. انا بحط الجيبين على بعض عشان الجزئين دول يبقوا في نفس المستوى، ما تبقاش حتة الناحية دي وحتة الناحية دي، يبقى الجيبين شبه بعض مفيش اختلاف. تمام. وبعد كده هثبت الجيب في الجزء ده زي ما انتوا شايفين كده. الجزء ده مش محتاج شرح، هو واضح في الفيديو. وبكده احنا ثبتنا الجيبين في بعض. تمام. بعد كده الجزء ده انا عاملاله حشو نفس خامة الشنطة، لان ده اهم جزء، لان ده اللي بتحط عليه الشنطة، اللي هي بتبقى الشنطة عليه واقفة. فحطيت هنا بوري. تمام. وهبدأ اخيط الطرف زي ما انتوا شايفين. طبعا البوري في العرض والطول اقل من عرض الشنطة. تمام. الخطوة اللي بعد كده هجيب 4 قطع، 2 منهم طولهم 18 و2 منهم طولهم 25 سنتي، وهجيب شداد بلاستيك. ده بيتباع عند اي حد عنده مستلزمات الشنط او الخيوط. وهبدأ اثبت جزء الصغير من الناحية دي، والجزء التاني من الناحية التانية. الجزء الطويل من ناحية والجزء القصير من ناحية. الجزء القصير بحط الاتنين على بعض زي ما انتوا شايفين، واخيط طرفه زي ما انتوا كده هتشوفوا في الفيديو. الجزء الطويل بثبته الناحية التانية، وبثبت طرف واحد، ما بثبتش الطرفين في بعض. تمام. زي ما انتوا شايفين كده حطيتهم في بعض، وهبدأ اثبت طرف واحد في الشنطة، لكن التاني بثبت الاتنين. والطرف القصير ده اللي من الناحية، اللي هو الجزء الطويل، في حتة طويلة وحتة قصيرة. الحتة الطويلة دي انا تنيتها على المكنة عشان ما يطلعش منها الشداد. تمام. وهثبتها كده في الجيب زي ما انتوا شايفين في الفيديو. كده انا ثبتت الشداد في الجيب. انت ممكن تستغني عن الخطوة دي، ممكن ما تعمليش جيب، انت حرة خالص، ممكن تحطي حاجة تانية عادي خالص. تمام. هبدأ اجيب الجزء الامامي من الشنطة وهثبته. الخطوة دي سهلة، بنحط النص على النص وبنثبته. تمام. انا بحدد النص في الجزء الامامي والنص في الجمدان والسوستة، واحطهم على بعض. ما ينفعش اشتغل عشوائي، اي حد بيشتغل كده لازم نحط النص على النص. وكده ثبتت الجمدان في الجزء الامامي من الشنطة، وحطيت السفيفة وكل شيء تمام. بعد كده هنعمل الجزء الخلفي، هنعمل الدراعات بتاعة الشنطة. الخطوة اللي بعد كده بجيب مربع طوله 12 سنتي وعرضه 12 سنتي، وهبدأ اجصه. اعمل مثلثين زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. بعد كده 2 شريط طولهم 20 سنتي، وشريط تاني طوله 85 سنتي، واللي طوله 20 سنتي هنثبت فيه حلقات الشنطة. تمام. هجيب حلقات الشنطة وهحط الجزء اللي طوله 20 سنتي واخيطه زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. وخلي بالي ان الجزء ده اهم جزء في الشنطة، فلازم نمشي عليه كويس بالمكنة عشان ما يتقطعش مننا. تمام. احنا ثبتنا الحلقتين، وهبدأ اجيب المثلث واحطه في النص كده واخيط زي ما انتوا هتشوفوا في الفيديو. واخلي بالي وانا بخيط بقولكوا عشان ان الجزء ده اهم جزء في الشنطة، لان بيبقى عليه حمولة الشنطة كلها. وبعد ما اخيط الجزء ده هبدأ اعدل المثلث زي ما انتوا شايفين، وهاخد خياطة حوالين داير في الثلاث اضلاع بتاعة المثلث. وبكده احنا ثبتنا الحلقتين زي ما انتوا شايفين في الفيديو. هبدأ اجيب الجزء الخلفي من الشنطة واثبتها بالطريقة دي مع كس. اخلي بالي وانا بثبت. تمام. وعشان اضمن شغلي يطلع مظبوط احط الجزئين دول على بعض واعمل فورت عشان يبقى بداية الجزء ده نفس بداية الجزء ده. تمام. وبثبت التاني بهذا الشكل، واخلي بالي وانا شغالة مع كس. تمام.
الخطوة اللي بعد كده بجيب الشريط اللي هو طوله 85 سنتي واجيب الشداد واثبته بالشكل ده كويس خالص. وبرضو اخلي بالي ده اكتر جزء برضو بيبقى عليه حمولة الشنطة، فاخلي بالي وانا بخيط وادايج الغرزة عادي، هنا ادايج الغرزة، لكن وانا بخيط على خامة الشنطة بخلي الغرزة على 5. تمام، عملت الاتنين بالطريقة دي وهبدأ احطهم في الحلقات زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. الجزء ده مش محتاج شرح. وعملنا الخطوة دي قبل كده في كذا فيديو على القناة. تمام. كده احنا ثبتنا دراعات الشنطة. نبدأ نجيب قطعة تاني من الشريط طولها 28، انا حاطة عليها من خامة الشنطة نفسها. تمام، يعني لونها كحلي، ورحت جصة حجم اكبر منها وتنيتها من ناحيتين وخليتها بالشكل ده. تمام، انا ثبتها زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. هبدأ اجيب بطانة الشنطة واحطها على جسم الشنطة، طبعا ظهر البطانة على ظهر الشنطة، ظهر خامة الشنطة. تمام، وهمشي حوالين داير ومش هخيط للاخر، هسيب فتحة عشان الفتحة دي هدخل منها البوري. وبكده احنا خلصنا الجزء الخلفي من الشنطة. هبدأ اجيب باقي الشنطة واحطهم على بعض زي ما انتوا شايفين واخيطها حوالين داير. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. آه الشنطة سهلة وبسيطة، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، وكمان شرحي والمعلومات اللي أنا قلتها استفدتوا منها. ولو استفدتوا من الفيديو متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والاشتراك في القناة وفعلوا جرس الإشعارات. وياريت تشير الفيديو لأصحابك عشان يتعلم يعني نستفيد من بعض. اللي عنده أي استفسار عن الفيديو يكتب لي في الكومنتات وهرد عليه على طول. ولو حابين اعمل اي موديل شنطة او اي بلوزة، اي حاجة تخص الخياطة اكتبولي وانا هعملها ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية. ومع السلامة في فيديو جديد.